موضوع حلقتنا النهارده عن المصلحة. بس بجد المصلحة مش حاجة وحشة زي ما انت متخيل. يعني بص لنفسك اما انت تبقى انت اللي قاضي المصلحة او حد عامل لك مصلحة، بص بتبقى فرحان ازاي. هتقول لي قصدك ان انا مصلحنجي؟ اه يا عم انت مصلحنجي، كلنا يا عم مصلحنجية يا عم، مالك في ايه؟ هشرح لك. يعني كلنا ساعات بنبقى محتاجين حد يقضي لنا مصلحة، يقضي يعني ينجز، مش يقضي من عند الديلر. توديناش في داهيه. كلنا بنبقى محتاجين حد يقضي لنا مصلحه او ينجز لنا مصلحه، حتى لو بالفلوس، ما دي برضو مصلحه. يعني انت لما بتدفع لحد فلوس وبيخلص لك حاجه، ما كده مصلحه. المشكله مش في المصلحه نفسها، المشكله في الناس المصلحنجيه بشكل غريب، هم اللي سوقوا سمعه المصلحه. لان انت لو بصيت على الحياه اصلا هتلاقيها كلها عباره عن دايره مدوره كده، دايره من المصالح. فاهم؟ انت بتكلم السباك عشان المصلحه، والسباك بيكلم الحلاق عشان المصلحه، والحلاق بيكلم بتاع الاكل عشان المصلحه. فهي دايره مصالح. المشكله بقى في الناس المصلحنجيه، هم اللي سوقوا سمعتها بجد. فموضوع حلقتنا النهارده عن الناس المصلحنجيه بشكل غريب، اللي هم سوقوا سمعه المصلحه. وقبل اي حاجه طبعا عايز اقول ان الحلقه دي كلها مبنيه على اغنيه الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، ما تخافش من الحكومه. لا انت خايف، هي الاغنيه اسمها ما تخافش من الحكومه. تحس الراجل ده بجد كان عنده نظره للمستقبل. وايه اعمل لي مصلحة. واول واحد هنتكلم عليه اللي هو مصاحبك عشان المصلحه. وهنا مش قصدي اللي عارفك عشان المصلحه، انا قصدي اللي مصاحبك فشخ، اللي هو بيكلمك قبلها ب3 ايام يطمن عليك على اساس ان هو مش عايز حاجه، ويكلمك بعديها ب3 ايام اما يطمن عليك يطلب بقى المصلحه اللي هو عايزها. يعني ليه يعني؟ لا لو كده هتطمن عليا قبلها ب3 ايام، لا تعالى لي دغري، تعالى لي دغري وقول لي يا باشا انا عايز كذا كذا. انا كده كده مش هعمله لك، سواء اطمنت عليا قبلها ب3 ايام سواء اطمنت عليا بعديها ب4 ايام، مش هعمله لك. بس تعالى دغري، لان انا بجد عندي مشكله اما بحس ان حد عايز مني حاجه ما بعملها لوش. اعمل لي مصلحة. عامة في نوع حقير، في نوع حقير فشخ، ولو طول احط له القلم ده في المصلحة هحطه له ومش هتردد لحظة، وهيبقى اقل واجب عملته معاه. هو اغلب الوقت بتلاقيه عاطل عن العمل، يعني مش لاقي شغل. والفكرة هنا ان هو مش عاطل عن العمل عشان هو مش لاقي شغل، لا هو عاطل عن العمل عشان هو ابنه بيشتغل ويترفد، يشتغل ويترفد، يشتغل ويترفد. كل يوم بتلاقيه قاعد على يمة الشارع ويكلمك يا اسطى بالله عليك مفيش شغل قدامك، يا اسطى بالله عليك مفيش شغل قدامك. فانت يعني بتقول حرام، يعني الراجل شاب زينا وعلى باب الله وكلنا شقيانين يعني، فتشوف له شغلانه. اعمل لي مصلحة. وهيبقى من سوء حظك بجد لو انت شغلته معاك، لان اول لما بيشتغل معاك بيبقى اول حد عايز ينطره من الشغل انت. طب ليه يا ابن يعني انا عامل معاك واجب، انت عايز تنطرني انت ليه؟ ايه بجد يعني؟ ايه اللي في دماغك؟ ايه اللي داير جوه يا ابن انت؟ اعمل لي مصلحة. بالمناسبه انا حصلت معايا حاجه زي دي بالظبط. انا كنت شغال في شركه ما، حلو الكلام، وصاحبي كان شغال في مكان وانا شغال في مكان، فهو كلمني وقال لي يا اسطى تعالى معايا يا اسطى اشتغل معايا، بقول لك ايه هظبطك وبتاع وهنولع الدنيا وهنقعد نسلي بعض والكلام ده كله. فانا قعدت افكر، مع ان كانت شغلانتي مرتاحه، كنت مرتاح يعني، انا كنت مبسوط، بس قلت طب ما اروح مع صاحبي ده اجرب وبتاع، يمكن ايه يخليني احب الشغل اكتر. المهم اول يوم رحت فيه راح جه فتن عليا وارشد عليا، وخدت يومين جزء، وتقريبا كان محتاج حد ياخد بنت عليه او حاجه، الحمد لله. وبعد اللي حصل ده انا كلمته عادي، هو اللي قطع علاقته بيا يعني. يا مرشد يا ابن اعمل لي مصلحه، اعمل لك مصلحه. في بقى انسان بني ادم، انا مش عارف ده انسان ولا روبوت، ده نوع حقير وبضان، يعني هو بضان وحقير، وكل يعني عايز تشتم فيه شتايم كلها. واللي هو بيشوفك دماغه بتفتح سيستم ابن دماغه سيستم اشتغل قاعدة بيانات، يجيب السجل المدني كله جوه دماغه. الواد ده ده ابوه شغال ايه، امه شغاله ايه، اخته شغاله ايه، اخته اتطلقت ولا لا، اخوه شغال ايه، ابن خالته اللي مسافر بره الامارات شغال ايه. ومش هيحلك يعني، هو ابن مش هيحلك. هو يا باشا انا لازم اطلع منك بمصلحه يا ابن يعني حتى هو مثلا ايه، مش افتكرك فافتكر حاجه وعايزها منك، لا ده هو شافك مصدق، شايفك فرصه ابن فرصه، فمش هيحلك. هو شايفك كده معدي يقعد بقى يفكر ابن ده هناخد منه ايه، هناخد منه ايه، ده مش هيحلك. ومش هيحلك زن برضه، يعني بعد ما يطلب منك الطلب ده مش هيحلك زن، اللي هو يا ابن طب ما انت كل ده ساكت، واول لما شفتني قعدت تفكر وافتكرت وخلاص واقف عليها. يعني مثلا هيقول لك ما تسال لي خالك كده بيمحر الشقه بكام، فهتقول له حاضر ماشي، وانت اصلا خالك ده ما سالتش عليه من 2003، فاهم؟ وهو يقعد يزن عليك بقى، يسال عليه، يسال على خالك اكتر ما انت بتسال عليه. انت قلت له ماشي على اساس ان هو خلاص يا معلم ماشي الدنيا، لا هو ابن بجح، يفضل يسال خالك يا ابني، يا ابني خالك جه، يا ابني خالك راح، يا ابني يا ابني عايزين نمحر الشقه، العيل عايز يتجوز. يا عم ما يتجوز يا عم، انا مالي يا عم. اعمل لي مصلحة. بمناسبه الخلان بقى، بمناسبه الخلان، خالك
اعلى مستويات المصلحه وادنى مستويات الانسانيه. الراجل ده بياكل مال اليتيم وبياكل ورث امك من حق يا باشا. باشا حقي باشا، انا هاكل ورث اختي، انا حر. انت فاهم هو بيتكلم كده؟ طب عندها عيال اختك دي يا ابني، مش هشتم بقى عشان ما يحبسنيش. طب ما اختك دي عندها عيال، اختك دي عندها عيال، يخرب بيت. وانا كنت مستغرب الحوار ده فشخ لحد ما لقيت الناس كلها زيي. يعني اي واحد عنده خال هتلاقيه واكل ورث امه. باشا الكلام منتهي. اي خال انا اعرفه، اي خال واحد صاحبي اعرفه واكل ورث امه. انا خالي واكل ورث امي، وهفضل اقول ان خالي واكل ورث امي لغايه اما يرجعه. والله العظيم انا مستنى تشير واقول اسمه والناس كلها تعرف ان هو واكل ورث امي. انا اسالوا عليا، اتقالوا. والله انا بقيت خايف على عيال اختي مني، انا خايف على اختي نفسيها مني. بس يا رب عامه يبقى ابو جوز اختي يعني يبقى غني فشخ، وعياله يبقوا اغنياء عشان يعرفوا يعيشوا، عشان انا حذرتهم من دلوقتي ان انا هاكل ورث امكم. باشا الكلام منتهي. اعمل لي مصلحة، اعمل لك مصلحة. اخر نوع ده بقى النوع قلت احط لكم نوع من النوع الجميل من ايام الزمن العتاق الحلو. يعني ده حاجه تعرفكم المصلحه الحلوه. ده نوع من انواع الناس اللي في اغنيه شعبان عبد الرحيم. اسمع كده، اسمع. لغيني هتلاقيني عينيا مفتحه. لغيني هتلاقيني عينيا مفتحه. باشا لغيني انا معاك. باشا لغيني انا معاك، مش تشوف نفسك وتنساني. لا، لغيني انا هتلاقيني باصص لك ومركز معاك، وانا وانت واحد. اسمع دي بقى. هتجيب لي ساعه هجيب لك مروحه. يعني هتشوفني هشوفك يا صاحبي، مش هتشوفني مش هشوفك. هتجيب لي ساعه هجيب لك مروحه، هجيب لك تكييف. هتجيب لي مره ساعه هجيب لك مروحه. اسمع بقى دي، اسمع دي. اعمل لي مصلحه اعمل لك مصلحه. هتمشيني همشيك، عايز تنجز انجزني انجزك. اعمل لي مصلحه اعمل لك مصلحه. اسمع دي بقى، اسمع دي، اسمع دي. انا مصلح وانت مصلح واحنا الاتنين بالنص. يعني الجمال. اعمل انت مصلحتك يا باشا وانا هعمل مصلحتي، واحنا الاتنين بالنص يا معلم. مشي الدنيا يا اخويا. انا مصلح وانت مصلح واحنا الاتنين بالنص. والله شعبان عبد الرحيم ده راجل ليركس توب التوب بجد. الكلام ده اللي يفتح النفس. الحياه رايحه جايه، الحياه رايحه جايه واكيد دي مش هتبقى اخر حلقه عن المصلحه، لان في مصالح كتير قوي انا ما ذكرتهاش. بس قلت اخلي الحلقه مش طويله قوي يعني. اخر حاجه حابب اقولها ان انا بهزر، يعني انا جاي اهزر، لان الناس مؤخرا بدات تاخد كلام على محمل الجد ويعملوا مناقشات عليه. وانا يا جدعان انا راجل هلاس، انا جاي اهلس، انا جاي اهلس يا باشا. كلام منتهي. تاخدوا كلام على محمل الجد، تاخدوه على محمل الهزار، تاخدوه مكان ما تاخدوه. انا جاي اهلس، ده اعتراف رسمي مني. بس عشان الريلز بتاعتي والله بقيت الاقي ناس بتتناقش في الكومنتات وحاجه اخر ام الضحك. يعني يا جدعان انا بهزر ماشي. بس يا شباب اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اعمل لي مصلحه.